ليندسي لوهان، ممثلة هوليوود الأمريكية والمغنية التي برز نجمها في عدة أفلام، كان أبرزها فيلم مين جيرلز وذا بيرنت تراب. أثير حولها لغط أمريكي شديد فقط لأنها حملت القرآن، حيث استهزأ الإعلام الأمريكي من هذه الصورة وسخروا من حملها للقرآن. وبعضهم صرح بعبارات عنصرية ضد الإسلام. ليندسي بدورها اعتبرت أن الاستهزاء بحملها للقرآن مبالغ فيه، مستنكرة نعتها بالشيطان. والتساؤل الذي لم يجد إجابة حتى الآن: هل اعتنقت ليندسي الإسلام أم أنها تخاف هجوم الإعلام؟ هذا ما سنكتشفه في أولى حلقات سوار شعيب فبراير المقبل، والذي سيستضيف لأول مرة نجمة من نجوم عالم هوليوود.